سمعت عن اللي كانت هتشرب مية البحر؟ زي ما بقولك والله بطلة قصتنا اسمها نور. يعني يا صديقي اعتبرني انا نور ونور دي تبقى انا، واسمع القصة. جماعة انا النهاردة هغطس، مش مصدقة وانا رايحة دلوقتي، وسجل يا تاريخ. نور من الواضح كانت مبسوطة ومتحمسة، وبتكمل نور وتقول ان دي كانت احلى وامتع التجارب في حياتي. كنت حاسة نفسي طاير، والمدرب كان ماسك المعدات، مش عارفة كان ماسكني منين بس كان متحكم فيا. بس حصل معايا اخطر موقف. مالك يا ست نور؟ ونور بتقول بما ان الموضوع كان بسيط كنت حاسه ان انا مرتاحه جدا في الميه ومستمتعه ومش خايفه. المصور وهو بيصورني ضحكت، وبعد كده المنظم بتاع التنفس وقع من بقي واتفجعت. بس على طول جه في بالي كلام المدرب فوق على المركب، لو الريجليتور وقع او منظم الهواء وقع اعمل ايه؟ وفعلا مسكت التنفس وحطيت قطعه الفم ونفضت الميه، طلعتها خالص واتنفست تاني، كملت غطس عادي خالص. ودي يا صديقي من اولى المهارات التعليميه في الغوص تحت الميه، مهارة استعادة المنظم.